السلام عليكم شباب. كيا سبورتج اس اكس برستيج، يعني فول. راح اشوفكم اياها، السيارة كلش حلوة وان شاء الله تعجبكم، وسعرها 2.5 بدون رقم. شوفوا السيارة، شوفوا التفاصيل، والتعجبه راح اخليكم رقم احمد. هسه راح اصور لكم القطعة كلها، واللي يحب ياخذ اي واحد من ارقامه ويخابره على مود السيارة. تابعوا الفيديو وشوفوا التصوير وشوفوا المواصفات مال السيارة. راح نبلش لكم من هذا المكان يا شباب. شوفوا الباب جلد لونين، كله جلد، هذا جلد، هذا بلاستيك، هذا جلد، هذا شلون الكربون فايبر، وبيها الكرسي ذاكرة لشخصين. زين، يعني هسه من نصعد بالسيارة مجرد ما اسد الباب، ما سديت الباب الكرسي يتحرك، صعد الكرسي يتحرك. طبعا السيارة اس اكس برستيج، فول مواصفات للأخير، بانوراما، صندوق كهرباء. وخلينا نشوف الشاشات اللي بيها ونشوفها شلون تشتغل، وإن شاء الله التصوير ما يظلمها، يعني تطلع كلش حلوة. خلينا نشغل. وين الستارت؟ هذا الستارت التشغيل. شغل، بسم الله. شوف شلون، شوف الشاشة ما شاء الله، شاشة عملاقة، وشاشة هنا همين شاشة كبيرة. هاي الشاشة مالتها، لا والله ان شاء الله التصوير يطلع حلو. قبل شوي صورت بالتليفون ما طلع هالقد، فعرفت الموضوع. شوف سيارة يعني فتشي، الشاشات اللي بيها كلش حلوة يا شباب. مواصفات السيارة: النزول من المحاذرات، اوتو هولد، ايقاف المحرك لفترات قصيرة، وهنا تشغيل كاميرا خلفية، بها كاميرا واحدة مو 4 كاميرات. تشغيل كاميرا خلفية، واطفاء وتشغيل حساسات الخلفية. زين، هنا ايش عندنا؟ تسخين الستيرن، جربته قبل شوية، الستيرن صار جمر. وتدفئة الكراسي الأمامية. سيارة بها شاحن وايرلس، تخلي تليفونك يدعم هاي الخاصية، راح يشتغل. هنا ايش عندنا؟ تضغط هاي صار التحكم بالتبريد، تضغط الفوق صار التحكم بالمسجل والميديا، وهاي التفاصيل. الجامات الأمامية اثنينهن اوتو، دوسة واحدة ينزلن، دوسة واحدة يصعدن. جامات الخلفية لا، طبيعي. بعد ايش نحكي لكم عن السيارة؟ سيارة المحرك مالتها 2500، تنفس طبيعي، يولد قوة حصانية 194 حصان، والجير مالتها 8 نمر. زين، تبدل دي، سمعت سايد بريك. والسيارة هاي وضعيات القيادة مالتها منها تتغير. شوف هاي نورمال، سبورت، سمارت، تفاصيل كلش حلوة بوضعيات القيادة. وهنا عندنا لوك، هذا اللوك يشتغل جلوب اخضر، هنا طفى الجلوب الاخضر، اشتغل جلوب اخضر. هذا اللوك شي يسوي؟ هذا يقفل. هواي شباب حسبالهم هاي السيارة اذا تدوس هذا راح يشتغل دفع الرباعي، اذا تشيل يدك ما يشتغل دفع الرباعي. هو اذا انت تطي لوك، ليش كاتبين عليه لوك؟ ايش راح يسوي؟ راح يطل قفل للوياله كلهن، يخلي كل ويل يجي عزم 25%، يعني تصير 50 ب50، 50 دفع و50 سحب. هاي تحتاجها مثلا مناطق وعرة، هيج امور تحتاجها هاي الشغلة. هنا عندنا ذني حاملات الاكواب، هيج تشتغلهن. شوف شلون. خلينا نشغل الثاني، هني هيج حاملات الاكواب. بعد ايش عندنا؟ خلينا نشوف الخانة الخلفية مال السيارة. السيارة بعد نطفيها. هاي البانوراما مالتها، راح افتح لكم بس البردة، افتح لكم بس البردة مال البانوراما، ونطفي السيارة ونشوف التفاصيل مالتها. طبعا السيارة ماشية 8000، هم زين ذكرت اصورها. ما سحبت السايد بريك منه، هنا تسحب السايد بريك، ومنها تراكشن كنترول، هنا فتح الصندوق. هاي التفاصيل مال السيارة. من تفتح الباب يرجع الكرسي اللي ورا، وهاي الترحيب مال كيا. طبعا نظام الصوت مال السيارة هارمان كاردن، يجي 9 سماعات، صوت جودة عالية كلش حلو، يعني حفلة متنقلة وياك. نظام عالمي هذا الهارمان، يجي حتى بسيارات BMW.
وهاي الكراسي الخلفية مثل ما تشوفون اللون مال الكراسي كلش حلو، لا هو احمر طوخ يعني ما اعرف شو اقول لكم، سماقي هذا اللون يعني فد شي كلش حلو. وهاي الكرسي، وهنا عندنا شواحن للتليفون وتبريد قطعتين. وهاي البانوراما يا شباب مثل ما تشوفون، البانوراما تعطيك مساحة للسيارة كلش حلوة، يعني تحس السيارة كبيرة زين ما شاء الله. وهنا تثبيت مقاعد الأطفال همين، ذن الفتحات ثبت بهن مقاعد أطفال ما عندك مشكلة. هاي إذا عندك علاقة صغيرة وأنت مسافر تخلي العلاقة هنا تشكلها وظل تكرز حب وتذب العلاقة. إن شاء الله الفكرة واضحة شباب. هنا مثلا عندك سترة شي تقدر تعلقها هنا ما عندك مشكلة ما شاء الله. الإنارات مالتها كلها مثل الزينون، LED أبيض كلش حلو. خلينا نشوف الصندوق الخلفي شلون ينفتح ونقول لكم سعر السيارة ايش قد، ولو ان قلته بالبداية بس راح اعيده مرة ثانية. هسه نفتح الصندوق مال السيارة، طلعي البصمة، هاي البصمة. شلون نفتح الصندوق؟ نقدر نفتحه من الريموت طبعا، تبقى ضاغط عليه مستمر بالريموت ينفتح، وتقدر تسده همين من الريموت. ايش عندنا بالصندوق؟ عندنا هاي بردة تحافظ على امتعة اكثر يعني. وهنا عندنا السبير والجيج والعدة مال السيارة، وعندنا سماعة همين هنا، لان هاي السيارة تعتبر فول، هي فول مو تعتبر فول، فسماعة تصير بيها بالجنطة همين. ومنها تقدر تقفل السيارة همين وبس من الريموت، والسيارة بيها تشغيل عن بعد همين. بالنسبة لويالة السيارة او تايرات السيارة، ويالة السيارة 18 R60 235. ال 18 اللي هو كبر الويل، وال60 هذا البروفايل مال التاير، وال 35 عرض التاير يعني عرض الملامس على الارض هو هذا 36. شلون تشتغل السيارة عن بعد؟ طبعا شيء مهم ومفيد تشغيل عن بعد خاصة بالشتاء، وبالصيف همين مفيد. راح تقول بالصيف ليش مفيد؟ بالصيف يشغل لك تبريد مال السيارة ويحضر لك السيارة باردة، من تيجي تصعد تلقاها باردة. بالشتاء الجو بارد السيارة ثلج، يشغل لك تدفئة ويحضر لك السيارة ويسخن لك المحرك، حتى من تيجي تصعد السيارة جاهزة ما تتأخر. تضغطها ضغطتين وضغطة مستمرة راح تشتغل السيارة. اشتغلت السيارة. ما تريد تروح تصعد بيها وتطفيها، تقدر تطفيها من الريموت، مجرد تضغطها مرة ثانية طفت. السيارة بها حساس أمامي وحساس خلفي، والسيارة ما شاء الله حلوة مثل ما شفتوا زين. سيارة على البانوراما مالتها تقدر تحمل 100 كيلو، يعني صحيح هي جام، بس إذا عندك يعني مثلا غراض تقدر تتحمل البانوراما. هم يقولون الشركة تقول مو أني، يقول تقدر تخلي 100 كيلو فوقها، بس هو من يخلي 100 كيلو فوقها؟ مستحيل زين. أي واحد يحب يشتري السيارة هاي أرقام أحمد هنا، خابر أحمد وإن شاء الله ما يقصر وياه زين. لنا وانتهى الفيديو شباب، إن شاء الله عجبكم وشفتوا السيارة وإن شاء الله عجبتكم، وإن شاء الله مستمرين وياكم وكل يوم فيديو. تابع القناة وطينا لايك، وإن شاء الله القادم أفضل. في امان الله.